قبل اي حاجه شكرا، انتوا ناس محترمه وناس قلوبكم قشطه. اول ما تعبت، انا تعبت يوم الجمعه. قعدت بعدها يومين تقريبا او يوم مفيش اي حاجه، تعبانه يعني. بعد كده قلت لنورسينا ما بردش على التليفون، يعني خدي لي صور من عندي على التليفون وانا هعمل عليها فويس عشان بس اطمن صحابي وحبايبي وكده. نورسين اختارت الصور، انا ما شفتهاش، والصور ما فيهاش حاجه، يعني انا بقول يعني انا ما اخترتش الصور. و... وعملت الفويس وقلت لنورسين نزلي الفيديو على الهاشتاج بتاعنا وكده، وصحابي هيدعوا لي ان شاء الله. قالت لي اكتب عنوان الفيديو ايه، مليتها وكتر خيرها يعني كتبت. اللي حصل اول حاجه قبل اي حاجه، انتوا قلوبكم قشطه، ناس محترمه. دعوتكم فيها الخير والبركه، الحمد لله في نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. عايزه اقول اني ممكن الالوان بتاعه الفيديو مظبطه شويه الدنيا يعني. انا قمر، ده انا فظيعه. حتى كميه الرجاجو تخفي هذه المعالم. الحمد لله في نعمه. آه، انا مش عارفه اقول ايه، يعني انا اقسم بالله كومنتاتكم، عايزه اقول حاجه والله. فعلا الكومنتات الحلوه هي طاقه ايجابيه، وممكن فعلا تخلي انسان تعبان جدا يبقى كويس. وبقيت فرحانه، يعني انا الكومنتات نفسها فرحتني. كل انسان في الدنيا بيجيله وقفه كده في حياته، اللي هو ايه، تحس ان استغفر الله العظيم يعني من كتر ما انت جاي على صحتك وعلى نفسك، وواخد من يومك اليوم كله ما بتنامش فيه الا ساعه او اتنين، ده بالكتير قوي يوم ما نقول انا نمت. والدنيا كلها مقضيها شغل وعمال تجري، فربنا يقول لك كفايه، اقف بقى، اقف ريح، انت ايه؟ هتموت نفسك. فانا كنت حاسه ان دي كانت واقفه من ربنا سبحانه وتعالى، يعني بيقول لي كفايه. غير بقى ان كان في ناس غريبه، يعني ممكن بيكتبوا لي كومنت في اللايف. انت على طول فرحانه، طبعا الكومنتات دي كلها واخداها سكرينات، انت على طول مش عارفه ايه، انت بتاخدي كذا، انت بتعملي كذا، انت. اللي كان بيكتب كومنت زي ده هو مش متخيل ممكن الكومنت ده بيتعبني قد ايه. انا ممكن بعد اللايف الكومنت ده لما اتفرج على سكرينات اللايف، الكومنت ده بيوجعني، يعني بقعد اقول ايه ده، ايه كميه الحقد دي، كتيره قوي يعني. كتير عليا. انا كلي على بعضي يعني ما بعملش حاجه، بس فربنا يجازيكم خير. يا رب يا رب يا رب ما يجيب في جسمكم مرض ابدا. اولا انا بس هفهم الناس، انا جات لي نزله معويه. انتوا عارفين النزله المعويه، عشان بس اختصارا، هي اسهال وترجيع، وانا بعتذر طبعا، بس هو ده انك بتوصل لمرحله الجفاف، اللي هو لو مسكت جلدك كده بيقف، يعني اللي هو انت خلاص مفيش حاجه بتستنى ببطنك. وده قعدت فيه يومين. اليوم التاني في اخره كنت في المستشفى، علق محاليل طبعا وكده للنزله المعويه، وخدت مسكنات رهيبه لان انا كنت بصوت ببطني، يعني كان اكني تسمم كده، مع اني سبحان الله نفس الاكل ده. كان معايا ناس كتير كانت من نفس الاكل والحمد لله، بس هو يعني قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله انا راضيه. انا جت فيا ده الحمد لله. ممكن تبقى معدتي انا ضعيفه، ودي حقيقه، والناس عارفه عندي هنا ان انا عندي مشكلتين اساسيين من زمان، عندي مشكله في الرئه، وعندي في التنفس وفي الرئه وكده، وعندي مشكله في معدتي. ودول بيعدوا، يعني هتلاقوني حتى انزلوا بالفيديوهات كده، هتلاقوني ايه كل شهرين ثلاثه ليا قاعده يومين ثلاثه في المستشفى كده، وراضيه مش زعلانه. بس انا القصه كلها انها جات لي وانا مش عامله حاجه. يعني اكل اكل بايظ ماشي. عارفين لو جات لي بشم النسيم وانا واكله فسيخ كنت اقول اه، لكن انا ما اكلتش فسيخ. ما اكلش فسيخ واخش المستشفى برضو ليه؟ مكتوب عليا، عارفين. الحمد لله. بس وبعدها على طول فعملت بقى اشعه وتحاليل عشان يعرفوا كميه السخونيه الضخمه دي من ايه. واخد خافت تعلى، اخد خافت تعلى، اللي هو تحسه مفيش فايده. هتفضلي عيانه هتفضلي عيانه. لقيت حصوه، والحصوه عملت صديد. الحصوة سبحان الله، الحصوة مش صغيرة كبيرة، بس سبحان الله. بعد ما عملوا أشعة عليها بعدها ب3 أيام من العلاج والمية والسوائل، لأني بدأت أخد سوائل وأخد حاجة توقف الترجيع وكده. فالحمد لله نعمة من ربنا، من غير أي عملية، كل أعوذ برب الفلق نزلت. اتبقى الصديد بقى. بنعالج في آخر حاجة إن شاء الله، بنشطب. عارفين لما يكونوا بتشطبوا الشقة وانتوا في الآخر السيراميك، انا دلوقتي في مرحله السيراميك. بس ففاضلي الصديد الحمد لله، يعني يخلص ان شاء الله ابقى زي الفل باذن الله. بس خان حاجات بسيطه، معدتي مش مستحمله لسه اكل. آه بس هو نعمه، انا راضيه الحمد لله، نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. مش كل الاكل بقدر اقبله ومش كله برفضه، يعني احنا بدات اكون وسطيه بقالي الحمد لله، نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. ده تاني يوم باكل الحمد لله، لا ده كده تالت يوم. ده تالت يوم باكل.
بدأت اكل الحمد لله. في حبة حاجات بس هي اللي مضايقاني بسيطة قوي فيا، ولكن انا بحمد ربنا على الوقفة اللي حصلت في حياتي دي، انا كنت محتاجاها جدا بجد والله. بنقعد نجري كده ومش مركزين ايه اللي بيحصل وايه اللي بيتقال من حوالينا، لا، اقفي وركزي، اعرفي مين بيحبك ومين ما بيحبكيش. طلعوا اللي بيحبوني ناس قشطة، ناس تشال فوق الراس، ناس يتضرب بيها المثل. اتحسد عليكم بجد والله العظيم، القلوب دي انا اتحسد عليها. معاهم حق اللي بيخشوا عندي اللايف يقولوا لي هي الناس دي قاعده معاكي الفتره دي كلها ليه؟ ده من اول اللايف لاخره، ده في ناس قاعده معايا بالسنين، ربنا يحفظهم ويكرمهم ويديهم الخير والصحه، امين يا رب. الفيديو اللي عليه صوري، انا مهما اقول شكرا وربنا يجازيكم خير وربنا يزيدكم من فضله، قادر يا كريم يا رب ومن خيره، ويحفظ جسمكم من اي مرض. مع اني عندي وجهة نظر ان المرض ده بيبقى نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، رحمة من ربنا، ربنا رايد يديك ثواب، يديك حسنات، يخليك تتأمل في خلقه. ولكن برضو ربنا يحميكم ويبعد عنكم الأمراض ويجازيكم كل خير على كل كلمة حلوة اتقالت، فرحت قلبي. وأي حد قال كلمة وحشة الله يسامحك. والناس اللي قالت لي انت نزلتي الفيديو في ناس كتير كده ممكن تشمت فيكي، يعني ان انت مريضة وكده او عيانة، ليه؟ انا عايزة بقى اللي يشمت يشمت مساحة، انا مدياله مساحة للشمات. اللي بيشمت ده مش بيعاند بني ادم، بيعاند اللي خلقه، لان انا ما عملتش فيك حاجه وحشه، وانا مش ملاك، انا عارفه نفسي. انا حد يعني طول الوقت كده بنكش، طول الوقت عندي ناس وعندي مشاكل وعندي حوارات مع ده، وده صديت وده عملت له بلوك وده مش عارفه ايه. انا حد مش سهل قوي زي ما انتوا فاكرين يعني، لا، انا عندي مشاكل وباخد اي موقف باخد فيه ردود فعل قويه، يمكن اكتر من الموقف، ويمكن ده غلط، ولكن هي شخصيتي كده. لو حد ضايقني لا، ما بي يعني مش بقف على اني هزقه، الموضوع معايا ما بينتهيش بكده، بفضل الاول اديله طبعا فرص، ما كده بمسح بكرامته الارض. فممكن الناس دي كلها دعت مثلا، ولكن دعوتهم مش في دماغي خالص. انا كل اللي في دماغي حاجه واحده، ان المرض هو نعمه من ربنا سبحانه وتعالى، رحمه من ربنا سبحانه وتعالى، وقفه من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا رايد لي الحسنات. وطبعا انتوا عارفين تاريخي اللي انا حكيت عليه قبل كده، انا عندي حاجات كتيره عانيت منها من وانا طفله مرضيه يعني. فانا مش من الناس اللي الحاجات دي بتعدي عليا بمشكله خالص، ده انا وبشر الصابرين، انا من اكتر الناس اللي صبرت يعني. انا لو حد عرف انا ايه اللي حصل لي في حياتي هيقول ايه ده، انت بتضحكي وحاطه مكياج وطلعنا على الشاشه بتتنططي كده ودنيتك جامد، انت اللي زيك تقعد تلطم. اه والله. ومع ذلك فعشان كده لما جات لي النزله المعويه، الناس قعدت تقول لي هيشمتوا فيكي، ياه يا ده انا ياما مش دقت على الراس طبول. انا لو حكيت بس كده هتقولوا لي ده حصل لبني ادمه ازاي. ومع ذلك صبره، ومع ذلك مكمله، ما عدا المره دي صبري كان نفد سنه. كنت عماله اقول لا يا رب، انا تعبت يعني، انا مش قادر، انا ما بقاش عندي قدره للاحتمال. يا رب يعني انا استحملت كتير، بس انا المره دي صعب، الموضوع عليا صعب، بقيت استغفر ولا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ما سابتش بقي يعني، ممكن مش قادره اكل مش قادره اشرب، ولكن دعوتي لكل الناس اللي كانت بتحبني وكتبت لي كومنت بالذات فرح قلبي، والله العظيم انا لساني موقف دعاء عليكم، ولا لولادي ولا لولادي اللي على الميديا هنا. ربنا يديكم الخير ويفرحني دايما بوجودكم في حياتي، قادر يا كريم يا رب، ويشفيني ليكم عشان ارجع تاني بقى انغص في الناس اللي مضايقانا واموت واحب في الناس الجميله اللي قلوبها قشطه. معلش على منظري، بس ده انا كده، ده احنا كده في نعمه. لو نزلتكم الصور قبل كده تقولي مين دي. الحمد لله في نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. وشكرا، شكرا قليله والله العظيم. السلام عليكم.